عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ احنا بنجهز دلوقتي عشان خارجين نجيب حاجات للعيال، فمحضره لكم لبس تعموس. عايزه اقول لكم في حاجات بتحصل كده، بلاقي كومنتات لناس كتير قوي: انت يا حبيبتي او انت يا حبيبي انت مش عاجبك المحتوى اللي انا بعرضه، انت ممكن تعمل حظر. ليه بتكتب كومنت مثلا شبه وشك؟ ليه يعني؟ بشوف كل الكومنتات دي، بعمل للناس دي كلها حظر يعني الاقي واحده مثلا مقاسها اكس لارج وبتعيب طب ما انت المفروض يا حبيبتي تبصي لنفسك وتصلحي نفسك، او قبل ما تعيبي على غيرك اللي هو غيرك اصلا ما فيهوش حاجه. يعني قبل ما تعيبي على حد انت بصي لنفسك، لو بصيتوا لنفسكم هتصلحوا كل عيوبكم يعني. ليه بنبص لغيرنا ونعايب على غيرنا؟ ليه واحنا في الاخر خلقت ربنا كلنا يعني؟ ليه بنعمل كده في بعض كده؟ غير كده ان بشوف الكومنتات دي انا بمسحها وبحظرها في نفس اللحظه، في نفس الثانيه اللي بينزل فيها الكومنت بحظرها، وبحظر اللي بيعمل لهم لايكات برضو، المنافقين يعني. فاهمين؟ فليه بنعمل كده؟ ليه؟ انا عارضه حاجه مش عاجباكي خالص، اعملي لي حظر. ليه تكتبي كومنت شبه وشك؟ عموما عادي، انا بعرفكم، بعرف يعني ان انا بشوفكم في ساعتها وبحذركم، خلاص الموضوع انتهى. المهم ان احنا خارجين دلوقتي، مش عايزه اعكر مزاجكم ولا اعكر مزاجي، فرايحين نتمشى شويه و هنجيب شويه حاجات ونرجع تاني. هوريكم بقى هلبس موسى ايه، لان الجو بيبقى برد بالليل، فهلبسه دي تحت الطقم، وهلبسه دي جبتها امبارح، هتنزل لكم في الفيديو النهارده، هي كاش مايو، وهلبسه عليها الشورت ده شكله، وباخد له بطانيه صغننه كده عشان لو الجو برد قوي بالليل، وهو بيبرد اصلا، بغطيه بيها. فمعظم الوقت انا مش بمشي في الشارع كتير اصلا، فدايما بيبقى معايا بطانيه معظم الوقت. وفي واحده بتقولي بلاش تقولي و برضه بحذرك يا حبيبتي، انا حره اقول انا بتكلم من بقك ولا من بقي؟ فايه الاسلوب اللي انت عامله ايه ده؟ انا اول مره اشوف من ساعه ما فتحت ان انا انزل محتوى، اشوف الناس اللي عندها مرض نفسي كتير قوي كده. وفي ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انتوا كترتوا قوي. في ايه؟ خلينا كده نبقى لطاف على بعض. شوفي الفيديو بتاعي عاجبك، اوكي عديه، مش عاجبك خلاص ما تعدي يعني. اعملي حظر، اعملي حظر وما تضايقيش نفسك.